السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. لو انتوا بتشوفيني لأول مرة، اسمي رشا النشاوي ودي قناتي. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده تورته شوكولاته مقاس 16 جميله زي ما انتم شايفين. هقولك ان شاء الله كل حاجه فيها، كل تفاصيلها من اول عمل كيك لحد التزيين، واقولك ازاي تغمقي لون الكريم شانتيه بالشكل ده، وازاي التزيين بتاعها بالشكل الجميل ده. هقولك ان شاء الله كل تفاصيلها وكل حاجه، بس يا ريت قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. يلا بينا نسمي الله ونبدا في المقادير. معايا هنا مبدئيا 250 جرام اسبونج جاهز بالفانيليا، ومعايا بيضتين، ومعايا ميه متلجه من الفريزر، ومعايا كمان محسن جل خارج من الفريزر. قبل كل حاجه طبعا هنبدا نكسر البيض واحده واحده، ونحط معلقه صغيره محسن جل، وبعد كده احط ميه. يا جماعه الميه متلجه من الفريزر فيها تلج زي ما انتم شايفين. حطيت ربع كوبايه ميه، وحطيت بعد كده الاسبونج ربع كيلو، وهضربهم في العجان اول دقيقتين على اقل سرعه، وبعد كده هنبدا نعلي السرعه لمده 7 دقائق. تمام. في التقديم بقى احنا شغلنا الفرن على حراره 180 قبل ما نبدا في المقادير. جبت هنا حله مقاس 16، وبعد كده غلفت الجوانب بقطعه زبده من التلاجة، وجبت ورقه زبده وطبقتها كده مربع فمثلث، وقستها كده من قاع الحله، وبعد كده فردتها في الحله. ده قوام الاسبونج يا جماعه بعد ما اتضرب. تمام. ده القوام ما شاء الله، يعني زي قوام كريمي زي الكريم شانتيه بالظبط. نبدا نفضيه في الحله بالشكل ده. والتركه المهمه هنا ان انت تجيبي بالخل الشيش طاووق بالشكل ده وتلفيها في الخليط، هيخلي مسام الكيك ضيقه جدا. وهنغطي الكيك ويدخل الفرن على حراره 180 على الرف اللي في النص، بياخد معاكي 45 دقيقه. ما تفتحش الفرن عليه قبل 30 دقيقه. تمام. بعد ما برد نبدا نشتغل في الكريم شانتيه. معانا هنا 200 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر، و50 جرام سكر حبيبات. وده يا جماعه بديل النوتيلا اللي عملته معاكم، زي ما انا وعدتكم ان انا هشتغل بيه في حشو التورت وفي الجاتوهات وفي التزيين ان شاء الله. هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في اول تعليق. تمام. واسيب لكم كمان في صندوق الوصف. هبدا هحط الكريم شانتيه على السكر، واحط عليهم كوبايه ونص الكوبايتين ميه متلجه من الفريزر، طبعا حسب الوقت اللي انت بتشتغلي فيه. طبعا انا هنا لما باجي احشي الكيك بخليه يكون تقيل، وبعد كده لما اجي اجلس الكيك بخف الكريم شانتيه شويه، بخليه يكون خفيف. جبت هنا الكيكه خرجت من الحله بكل سهوله زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين سمك الكيكه يا جماعه؟ انا عملت هنا المنشار على 7.5، يعني سميك اكتر من 8. انا بحب الكيك يكون سميك. شايفين مسام الكيك ضيقه جدا، الكيك طري وهش متماسك ما شاء الله اللهم بارك. يعني جيت يعني اقطع بالمنشار لقيتها هيكون 8، كان هيكون تخين. يعني ممكن اعمل ال 250 جرام دول اعمل بهم 4 طبقات و5 طبقات، بس مش كتر الطبقات يا جماعه. ده صح؟ لا طبعا، كل ما كان الكيك سميك العميل يحس بطعم الكيك ويحس بطعم الاسبونج. انا مش بس الكيك زي ما انتم شايفين طبعا اطلاقا، انا مش بس الكيك. جبت انا بورد مقاسه 25، وحطيت معلقه كريم شانتيه على البورد، وبعد كده حطيت اول طبقه من الكيك، وبعد كده حطيت عليها الكريم شانتيه، وحطيت بديل النوتيلا اللي عملته معاكم زي ما قلت لكم، وحطيت ده كريسبي يا جماعه. الكريسبي ده كنت جايباه ولونه راح. لما جيت في الطريق كنت في مكان فيه شمس كده، فلقيت لونه راح، فحبيت ان انا استخدمه في حشو التورت. تمام. هفضل بقى ان انا يعني هستعمل 3 طبقات بنفس الطريقه، الكريم شانتيه وبعد كده بديل النوتيلا، وبعد كده احط الكريسبي كده. بقى الطبقه الثالثه يا جماعه. شايفين ارتفاع الكيك؟ مع ان انا مش من هواة ان انا اكتر الكريمه في الحشو. بصوا يا جماعه، العميل عشان يحس بطعم الكيك ويعرف الكيك بتاعك مظبوط. لكن طبعا الكيكه لو ناشفه معاكي مش حلوه هتسقيها بقى، هتخليها رفيعه. لكن لا، كيك السميك طبعا العميل بيشكر في طعم الكيك، بيبان شغلك حلو ولا لا. هنا بدأت احط اول طبقة كده من الكريم شانتيه، وبرجع تاني بقى اضرب باقي الكريمة. زي ما قلت لكم ان انا لما باجي اجلس الكيك بخلي الكريمه تكون سابه شويه عن الكريمه بتاعه الحشو، تكون معقوله، لكن كريمه الحشو بخليها متماسكه. هنا بدي الالوان يا جماعه، اللون البني والاحمر والاسود، حطيت من كل لون فيهم نقطه، علشان ان انا اطلع لون الكريم شانتيه بالشكل الجميل ده باللون ده. استحاله يا جماعه اللون الكريم شانتيه هيطلع كده. انا حطيت عليهم كمان معلقه كاكاو حوالي عن 8 جرام. طبعا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. حطيت عليها كمان معلقه كبيره من بديل النوتيلا. بس طبعا مهما تزودي كاكاو ومهما تزودي حتى لو حطيت كمان جناش، اللون مش هيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. لا، لازم بحط الالوان دي عشان ان انا اظبطها. جبت انا بقى خلاص سويت الكريم شانتيه، جبت السكرابر بالشكل ده، وبعد كده اسحب
من بره لجوه. طبعا التزيين عملناه مع بعض كتير. الذره الاحمر ده في ميه سخنه. جبت بقى المشط اللي سنون رفيعه ده وبدات اعمل خطوط اللي على جنب التورته بالشكل ده. طبعا ايدي اليمين ثابته زي ما انتم شايفين، وايدي الشمال هي اللي بتحرك القاعده الدواره. الناس اللي بتشتكي يا جماعه من التجليس كتر الممارسه جمدي قلبك. طبعا التورته مش بتاخد معايا الوقت الصغير ده، لا طبعا بتاخد معايا وقت طويل. ما تزهقيش، لازم يكون بالك طويل. بعد ما خلصتها لازم تمسحي البورد من اي سوائل عليها، وكده لازم ادخلها الفريزر حوالي عن نص ساعه لساعه، علشان طالما هنصب عليها جناش لازم تكون واخده وقت في الفريزر. طبعا على ما تسقع في الفريزر يعني دوب نص ساعه بالنسبه لي. تمام. جبت هنا بقى شوكولاته بيضاء سحتها الحمام بخار على معلقه زيت، لو انت في الصيف مش هتضيف عليها اي حاجه، وبدات اكتب حروف اسم اللي كان مطلوب، وكان مطلوب اكتب عليها اسم مريم. وهي حطيت كتبت الحروف بالشوكولاته البيضاء. ده يا جماعه التيب بعد ما خلصت التورته من الفريزر. ده التيب يا جماعه، بحب التيب ده جدا صراحه. طبعا العامله كانت طالبه مني تورته من عندي من على الجروب، وقالت لي اعملي زيها بالظبط. انا عملت متشابه لها وخلفت فيها، والحمد لله مع ذلك عجبتها جدا. ده يا جماعه شكل الضفيره او تحسبوها شكل القلب. صراحه بجد انا بعشق الروزيتا دي بجد بجد، وما بصدق ان العميل يطلب نفس الشكل ده. بس طبعا شايفين لون الكريمه مع شكل الروزيتا دي اللي على هيئه قلب بيكون صراحه جميله جدا. الكريم شانتيه عمره ما يظبط معاكي غير لما قلت لك بالشكل ده. شايفين الجناش يا جماعه، لمعه الجناش بسم الله اللهم بارك. الجناش فكيته على حمام بخار. كنت عاملاه قبل كده معاكم على القناه، وهسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في اول تعليق. وان شاء الله كمان في صندوق الوصف. شايفين لازم كده بخبط التورته خبطتين كده، بخبط البورد خبطتين علشان الوش من فوق يكون متساوي، والزيادات تنزل على جوانب التورته. طبعا الجناش مقاديره مظبوطه علشان كده نازل سميك. شايفين لونه الجناش ده عاملاه اقتصادي يا جماعه بالميه والشوكولاته بس. تمام. جبت كريسب صغير وحطيته على طرف التورته من تحت كده، قصدت ان انا احطه على ما الجناشه ده ماسك شويه. وبعد كده جبت منديزر او كريسب شوكولاته كبير وحطيته كده جنب القلوب اللي انا عملتها. وبعد كده الحروف دي يا جماعه عملتها في طاسه ذهبي، اختصارها ببيرسي داي. وبعد كده كتبت اسم مريم، وكان العمر بتاعها كان 20 سنه، فكتبت ال20 برضو. المهم ان شكل التورته ديزاين جديد، تقدري الشكل ده تضيفيه للمنيو بتاعك. وكمان يعني لو انت برضو ست بيت تقدري تتعلمي مره في مره ان شاء الله تظبط معاكي. اي حاجه حابه تظبطي الحروف يا جماعه على التورته تظبطيها بخله. تمام. جبت القلوب دي حطيتها بالشكل ده، وبعد كده حطيت قلبين كمان كنت عاملاهم قبل كده في مولدات سيليكون، حطيت على الجوانب بالشكل ده. وبعد كده حطيت كريسب صغير زي ما انتم شايفين. طبعا لو وصلتي بقى لحد هنا يبقى خلاص تعملي لايك وشير للفيديو وتشير الفيديو لكل اصحابك علشان يوصل لكل اصحابك والكل يستفيد منه. صراحة يا جماعة ريتش واقع جدا، والتعليق والله بيديني طاقة إيجابية يعني. بصراحة الواحد بيتعب جدا في التصوير وفي الفيديو، بس بقول كل فيديو اهو كل واحدة تاخد منه معلومة. شايفين شكل التورتة ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا جدا. طبعا لازم هنا التورتة اتعملت على مقاس، على بورد مقاسه 25. لازم الكرتونة كمان تكون مقاسها 25، والكرتونة كان ارتفاعها 14 سنتي علشان يعني التورتة مرتفعة. شايفين انا بحرك التورتة يمين وشمال، لا الحروف وقعت ولا الشوكولاتة وقعت ولا اي حاجة. تورتة مظبوطة جدا بالملي. تمام كده خلاص يا جماعة، الوصفة خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم. منتظرة ان شاء الله رأيكم في التعليقات، وانتظروني ان شاء الله في الفترة اللي جاية وصفات جاية كتيرة. كانت معكم رشا النشاوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.